بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا حل موديل 2 في الامتحانات الاستشاريه ولو النموذج الثاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لك يا رجاله، بيقول لك which of the following changes leads to decrease the electric resistance in the metal conductor؟ اللي يقلل الريزيستنس. ان انا اقلل الحراره. طبعا يا جماعه ان انا اقلل الحراره بتقلل الريزيستنس، يبقى تيجي بس صحيحه. ازود اللينث؟ لا، لان اللينث دايركت مع الريزيستنس. طب ازود النمبر اوف تيرنز، ازود النمبر اوف الكترونز. طبعا النمبر اوف الكترونز ما بيأثرش اصلا على الريزيستنس. طب ديكريز الاريا، طبعا لما الاريا تقل الريزيستنس تزيد، لان الريزيستنس والاريا انفرس، يبقى الوحيده هي تشويس ايه. اوكي ماشي. اللي بعده بيقول لك at increase the length of the conductor to its double the electric conductivity. طبعا انت عارف ان الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي مش بيتاثروا غير بالكايند اوف ماتيريال والتمبريتشر فقط، فاذا مش هيحصل حاجه، يعني remain constant. اللي بعده بيقول لك عندك ريزستانات زي ما انت شايف كده. عايز ايه بقى؟ عايز ايه السؤال فين؟ بيقول لك which figure shows the equivalent resistance of the combination is equal. ماشي، هو عايز مين قد مين يعني؟ طب خلاص سميهم كلهم ار 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 ار، يبقى دي 2 ار 2 ار 2 ار بره مع 2 ار بار. هنا الحمد لله ار 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 ار. خلي بالك بقى هنا 2 ار بارل مع 2 ار 2 ار بارل مع 2 ار برضه بار، يبقى ده قد ده 1 قد 2. خلاص المفروض كده خلصنا، بس نكمل برضه ار ار وار ار. دول سيريز ب 2 ار 2 ار بارل مع ار ب 2 اوفر 3 ار 2 اوفر 3 1 5 اوفر 3 ار. طب ده ار وار وار وار، ار بارل مع ار بهاف، ار بارل مع ار بهاف، هاف هاف 1 ار. الحمد لله. يبقى انت كده عندك 3 سيركتس زي بعض يا رجاله، 1 و 2 ايه و 4. فين بقى؟ 1 و 2 4 تشويس سي. اللي بعده بيقول لك the figure shows a part of electric circuit which is the magnitude of the current intensity I. طب خلاص سهله جدا، طبق كده. شوف هنا يلا خرج 7 و5 12 و3 15، يبقى لازم يدخل 15 امبير. يبقى النقطه دي دخل 9 خرج 15، يبقى لازم يدخل كام؟ 15 و9 وكام يديك 15 رجاله؟ 6 امبير. اللي بعده اقف بقى 6 امبير. اللي بعده يلا بيقول لك عندك 2 وايرز زي ما انت شايف كده carrying the same current intensity isolated from each other placed one above the other، يعني مفيش تقاطع. if the wires form 4 regions Y و Q و W و Z as shown which region strongest magnetic field و out of the page. طب خلاص strongest يعني لازم يكونوا بلس مبدئيا. هنا ده داخل وده خارج، يبقى ده ماينس. طالما ده ماينس يبقى اللي قصاده ماينس، يبقى ده بلس وده بلس، فلا اما دبليو لا اما زد. طب هو عايز اوت اوف ذا بيج. طب هنا تعالى نشوف، هنا ده خارج وده خارج، يبقى اكيد دبليو، ما فيهاش حاجه. سؤال عبيط يعني، وحلين زيه قبل كده مليون مره يا رجاله. اللي بعده بيقول لك عندك 3 اشكال. ماشي، شايلين نفس الكرنت. ماشي، what's the direction of the resultant magnetic field at point M؟ عايز التوتال. طب خلاص ده خارج والكويل ده كمان خارج. ايه ده؟ طب ما ده كمان خارج، يبقى كلهم اوت اوف ذا بيج. ما فيهاش تريك كده. انا قلت بقى في واحد ان واحد اوت وقصه، لا هي اوت اوف ذا بيج. الله. طب تعالى احنا نغيرها، يعني مش عارف، تعالى نغيرها نخليها مثلا ده يبقى انتو ذا بيج مثلا كده، فيبقى ده اوت وده انتو وده اوت. طيب لو احنا شلنا، لو انا غيرنا يعني السؤال ده وخلينا كده، لو انا شلت الواير، طبعا الراديوس بتاعه صغنن، البي بتاعته كبيره فتكسب، فساعتها هيبقى ده اوت اوف ذا بيج وده كمان بيساعده اوت، فيبقى اكيد هي اوت اوف ذا بيج. طب افرض ده كمان كان لفوق، بقى ده اوت وده ان والواير كمان ايه؟ ان تاني. هيبقى الكويل الصغنن اوت اوف ذا بيج والكبير انتو ذا بيج والواير انتو ذا بيج. كان لازم نحسب بقى، فكنت اقول مثلا ان البي توتال بتساوي، هنجمع الواير والكويل الكبير ماينس الكويل الصغير، يعني بي واير بلس بي مثلا نخليها لارجر كويل اهو ماينس بي سمولر كويل. اكتب الرولز عشان نتغير الكونستنس كده. اي ميو على 2 باي دي
وده ميو ان اي على 2 ار، ايوه، وده ميو ان اي على 2 ار برضه. في حاله وجود رموز مختلفه او قوانين مختلفه يا رجاله بطير الكونستنتس المشتركه في الرولز. في حاله وجود كومبوننتس مختلفه بطير الكونستنتس المشتركه. اوكي، زي مين؟ الميو موجوده في 3 قوانين ماشي، ال2 موجود في 3 قوانين ماشي، الكارنت مثلا متساوي فهنطيرها ماشي، بس فضل 1 على باي ملتبلاي المسافه بكام؟ 2 ار، يعني 2 بلس قال لك رينج يبقى لانه ب 1 والريديوس اللارجر ب 2 ماينس 1 على الريديوس بتاع السمولر ب 1. فساعتها كانت هتطلع لك كام يا رجاله؟ كانت هتطلع لك ب 1 اوفر 2 باي بلس هاف ماينس 1. هتطلع لك بالنيجاتيف، مش مهم نيجاتيف 0.34، مش مهم الرقم، المهم انها طلعت بالنيجاتيف. طالما طلعت بالنيجاتيف يبقى مين الكبير؟ اللي مكتوب بعد النيجاتيف اللي هو سمولر، يبقى السمولر رينج تكسب اللي هي برضو اوت اوف ذا بيج. كلام جميل، انا بس قلت اغير لك عشان لو جات لك ايه حاجات مختلفه او ارقام او رموز مختلفه. اوكي، اللي بعده يا رجاله بيقول لك straight wire of length L is wound into one circular loop والelectric current applied to it. So the magnetic flux density B when rewound again بس 3 turns. المagnetic flux density كان بي طبعا يا جماعه coil reformed او recoiled او reshaped to form another coil، كان ليها نقطه في شابتر 2 B1 على B2 equal N1 على N2 all power 2 او radius 2 على radius 1 all power 2. بس هنا مفيش radius، هنا في N. خلاص البي 1 اسمها بي يعني كانها ب 1، البي 2 عايزينها الN الاولى ب 1 والثانيه ب 3 all square، فتطلع لك دي كام كده 1 على 9 فتبقى 9 بي. اللي بعدها يا رجاله بيقول لك عندك 2 long straight wires B و Q each carrying same current I and perpendicular distance D. If you know that the value of the force acting on unit length اسمها F when the perpendicular distance between the two decreased to quarter، المسافة قلت للنص and their current is doubled. طب انهي واحد فيهم اللي دبل؟ ده ولا ده ولا الاثنين؟ there يبقى الاثنين دبل. طب الميوتشوال فورس قلنا يا رجاله ميو اي 1 اي 2 في اللينث على 2 باي دي. المسافه حصل لها ايه يا وحش؟ المسافه دي كريست كوارتر يبقى المسافه دي 1 اوفر 4 والذير كارنت دبل يعني ده دبل وده زاد للدبل يبقى ده 2 وده 2 2 باي 2 4 وده اللي هتطلع فوق 4 باي 4 16 يبقى الفورس هتبقى 16 اف. تشويس دي طبعا يا جماعه اللي مش فاهمها دي يعني مش في الماس يعمل 2 باي 2 على 1 على 4 عادي جدا يعني تطلع 16. You have an old sensitive galvanometer in the lab that reads till 200 microampere. ماشي. Although you pass current 50 milliampere يبقى كان بيقرا 200 microampere وبعدين انت عديت 50 microampere through the coil. Its needle indicates 60 microampere. ماشي. وبعدين which of the following is a possible cause that could have happened to the device from ايه ده مش فاهم حاجه. تاني عندك جالفانو بيقيس 200 مايكرو امبير، انت بقى عديت كارنت 50 مايكرو امبير في الكويل. انت عديت كارنت ب 50 مايكرو امبير فالكومباس او المؤشر بتاعه كومباس ايه قصدي النيدل او المؤشر بتاعه اتحرك 60 مايكرو امبير. معنى كده ان هو مش اكيوريت. بص بقى السؤال، هو الراجل ده تاني يو هاف سنسيتيف جالفانومتر بيقرا 200 مايكرو امبير ماشي، انت بقى عديت كارنت بكام؟ ب 50 فالمؤشر ادالك 60. حلو، يا ترى ده يحصل بسبب ايه؟ تعال نشوف. lack of magnetic permeability in the iron. طبعا ما فيش حاجه اسمها lack of magnetic permeability اصلا. طيب هي دي بقى. بص بقى corrupted spiral springs coil. يعني ايه يا رجاله؟ يعني هنا السبرينجز ما بقتش تتحرك كويس. طيب ليه؟ لان بمنتهى البساطه انت دخلت كارنت ب 50 فالمؤشر جه على 60. معنى كده ان التورشن بتاع السبرينجز ما بقاش دقيق.
فما بيتحرك، لان انت عارف في الجالفانومتر اصلا الرجاله مين اللي بيحرك المؤشر؟ التو سبرينجز. مش تعرف ان في كويل وبعدين في تو سبرينجز، فلما الكويل يلف السبرينجز بتتلوي او بتعمل تورشن فالمؤشر يتحرك. فطالما المؤشر يتحرك بفاليو مختلفه يبقى اكيد السبرينجز عملت تورشن مختلف، يبقى اذا هو السبب في السبرينجز. كلام جميل جدا. اللي بعده يا رجاله، الراجل بيقول لك ايه؟ الراجل بيقول لك the diagram shows a galvanometer connected to shunt resistance S to connect it into an ammeter to convert it to an ammeter that measures maximum current I. Which of the following shunt resistance values would be preferable connect instead of S؟ فين S اصلا بقى؟ فوق اهي. To make the sensitivity of ammeter is the least. طب يا جماعه انت عايز ايه في الاخر؟ انت عايز تقلل السنسيتيفيتي؟ طب انا عارف ان الريزيستنس دايركت مع السنسيتيفيتي وخلاص. عايز تقلل الريزيستنس، عايز تقلل السنسيتيفيتي، قلل الريزيستنس. انت عايز اقل السنسيتيفيتي، اختار اقل ريزيستنس ربع اس بس. خلاص شكرا جزيلا، مفيهاش اي حاجه يعني. Which of the following actions doesn't result an EMF induced في لما الكل يتحط في ماجنتيك فيلد؟ يعني مين يا جماعه اللي مش هيطلع EMF induced؟ تعالى، changing the surface area. لا طبعا changing the surface area هيؤدي الى تغير الفاي، فاذا هيؤدي الى EMF induced. طيب leaving the coil stationary within changing magnetic field؟ لا المagnetic field بيتغير برضه في EMF induced. leaving the coil stationary within a uniform field؟ يبقى ده الاثنين ثابتين، ولا في تغير في الاريا ولا في البي ولا في اي حاجه. ماشي. لكن طبعا تشينجينج ذا انجل هتؤدي ان الفاي تتغير، اللي هي اي بي افتح براكت ساينس 1 ماينس ساينس 2. ماشي، يبقى اذا في تشينج فلكس برضه ساعتها. Which of the following actions causes the induced EMF between the terminals of a metal wire to decrease as it move؟ خلي بالك بقى، يبقى هو عايز EMF induced ايه؟ تقل as it moves through the magnetic field at distance d at time t within speed v whose direction الانجل ثيتا with the direction of the magnetic field. ماشي، عايز بقى عايز EMF induced تقل. يا ترى ازود السرعه؟ لا EMF induced تزيد. ازود التايم it takes to travel the same distance؟ تعالى بقى ليه؟ انت عارف EMF induced equal negative n دلتا فاي على دلتا تي صح؟ فلما ازود التايم EMF induced ايه؟ تقل، يبقى فعلا هنا تقل. طب ديكريز التايم؟ لا EMF induced تزيد. طب انكريز الماجنتيك برضو ايه؟ دول غلط. ماشي، هيزودوا EMF هو عايزها تقل. عندك 4 رسومات. ماشي، بيقول لك طبعا يا جماعه هي الصور دي صور الايه الوزاره منزلاها، فهتلاقيها بس وحشه شويه بس عادي. ده diagram below generation of induced current I اللي هو اللي بيلف اللي انت شايفه ده. The loop in the wire result in increase or decrease the magnetic field. يعني بيقول لك المagnetic field اللي هو مديهولك بيزيد او بيقل. اوكي. Density on the loop. Which of the diagrams isn't correct according to Lenz's rule؟ هو عايز الرسمه الغلط. طيب تعالى اول رسمه. هنا المagnetic field كاتب انه متزايد، هو يقصد بالانجليزي يعني increase. المagnetic field بيزيد. طيب المagnetic field بيزيد، هيبقى الانديوز ده عايزه تقل صح؟ عشان يقللوا يعملوا باكورد. يبقى يعني عكسه. طب ما ده كده صح، باكورد اهو. وفعلا الانديوز كارنت بما ان ده البي هيبقى الاي بيلف كده، تاني ده البي فالاي بتلف كده، هو فعلا مديك الاتجاه برضه صح. يبقى اول واحده صح مش هنختارها. هو عايز الغلط. هنا المagnetic فيلد برضه البي بتنكريز. لما البي بتنكريز يبقى الانديوز عايزه تقل، يعني عشان يقلل يعمل باكورد. ده بيزق كده فده يزق عكسه صح. لما ده يزق كده يبقى البي اهي فالاي تلف كده برضه مديها لك في الاتجاه المظبوط اهو، يبقى دي كمان صح مش هنختارها. وعايز الغلط. دي بتديكريز. لما البي تديكريز يبقى عايز يزودها، هي بتقل عايز يزودها فيعمل فورورد فيزق معاها في نفس الاتجاه. هنا بيزق عكسها، يبقى اكيد دي الاجابه الغلط. ده بيزق عكسها. الاخيره نتاكد. البي بتديكريز يبقى الانديوز عايز يزودها فلازم يزق زيها فورورد وفي نفس الاتجاه، يبقى اذا هذه الاجابه الصحيحه برضو. يبقى اذا اللي احنا هنختارها لانه عايز الغلط. خلي بالك الغلط مين؟ سي. ماشي، اللي بعده بيقول لك عندك واير اي بي ماشي بسرعه اسمها في perpendicular to ماشي. So the direction of the current induced in the wire. طب خلاص في بي اي، البي خارجه يا رجاله، والفي كده يبقى البي خارجه والفي اهي، يبقى الاي induced لتحت بفليمنج رايت هاند رول يا رجاله. ماشي، يبقى from A to B.
ماشي ده مبدئيا يبقى من A ل B، يبقى ده او ده. طيب اوعى تنسى الانديوسد كارنت في الستريت واير يمشي من اللو فولتج للهاي فولتج، من الصغير للكبير، يعني من النيجاتيف للبوزيتيف، لان الواير بيأكت از باتري. يبقى من A ل B، يبقى اذا A صغيره وB كبير، يبقى while potential A less than، يبقى choice B. اللي بعده which of the following methods accurately determination او بيتحدد ايه بقى the formation of eddy current in a coiled emitter core. انهي جمله في دول تعبر عن الايدي كارنت بالظبط؟ passing high intensity DC current through the coil، ده ما بيؤديش اصلا، لان انت عارف ان الايدي كارنت لازم يكون فيه دينامو او AC current. moving the coil within a uniform magnetic field، ماشي. exposing a static coil to uniform magnetic field، اكيد دي برضه غلط. passing a low intensity DC برضه غلط، يبقى اذا B. ماشي صح، هو عايز ماشي. اللي بعده an ideal electric transformer if the ratio between the generated potential difference between the two terminals of the secondary coil، بديك الفي اس على الفي بي 10 على 3. عايز الاي اس على الاي بي. الاي طبعا في الايديال ترانسفورمر رجاله طبعا هو ايديال، فالاي والفي انفرس اي سكندري على اي برايمري، يبقى في برايمري على في سكندري، يبقى 3 اوفر 10. عشان انا عايز ايه؟ في برايمري على في سكندري، فاكس دي 3 اوفر 10 ما فيهاش حاجه. اللي بعده بيقول لك عندك 4 ترانسفورمر زي ما انت شايف كده، بس دول نون ايديال ستيب داون ترانسفورمر، نون ايديال. ماشي. عايز ايه بقى انت مني دلوقتي؟ بيقول لك دول ليمينيتد ايرون كور، يعني ده متقطع، ده سوليد مش متقطع، ده متقطع، وده سوليد مش متقطع. عايز مني ايه بقى؟ بس خلي بالك الفرق ايه؟ هنا الفريكونسي 50 هنا 60 بس، برضه هنا 50 هنا 60. انت عايز بقى مني ايه دلوقتي؟ If you know that the ratio between N primary و N على N secondary is constant and the coil are made from the same of the same wire، يعني اذا الكوندكتيفيتي كلها ثابته والنمبر اوف تيرنز ريشيو بتاعتهم ثابته. By analyzing the data shown which of the figures shows the most efficient transformer. طيب انا عايز الافشنسي تبقى كبيره يا رجاله. عشان الافشنسي تبقى كبيره لازم اقلل الباور لوست على قد ما اقدر. اقلل الباور لوست، ما الباور لوست بيضيع فين؟ في الريزيستنس، في الايدي كارنت، في الديستنس، وفي البرمابيلتي. طيب البرمابيلتي هم سيم ميديوم، الديستنس هم زي بعض، في الريزيستنس هم متساويين، يبقى لازم اقلل الايدي كارنت صح. عشان اقلل الايدي كارنت يا رجاله لازم اختار انه يبقى متقطع. طيب متقطع فين؟ ده او ده صح؟ صح. طيب صلي بقى على النبي عليه الصلاه والسلام. مين او مين اصلا 1 او 3؟ يبقى 1 او 3. طيب لان دول متقطعين انا قللت الايدي كارنت. طيب سيادتك عارف حاجه كمان بقى الا وهي يبقى 1 او 3 لان دول اللي متقطعين. في اي فرق تاني؟ لا، بس خلي بالك ان لما الفريكونسي يكون كبير هيكون الايدي كارنت المتولد عالي. لما الفريكونسي يكون كبير هيبقى الايدي كارنت ايه؟ كبير، لان انت عارف الايدي كارنت دايركت مع الفريكونسي، فالفريكونسي الكبير ده متقطع زي ده، بس الفريكونسي الكبير يدي ايدي كارنت كبير، فيبقى برضه الباور لوست هنا كبير. الباور لوست كبير فالافشنسي قليله، يبقى اذا ده الافشنسي بتاعته اعلى اللي هو تشويس 1 او فيجر 1. قشطه؟ انت عارف ان الفريكونسي دايركت مع الايدي كارنت، فالفريكونسي كبير يبقى الايدي كارنت كبير، يبقى الباور لوس بسبب الايدي كارنت كبير، يبقى الافشنسي قليله، يبقى اذا ال 60 الافشنسي بتاعتها اقل. انا عايز بقى المور افشنت يبقى ال 50 اللي هو تشويس ايه. ساينتفك ايديا بتاعت الوتر اميتر طبعا يا جماعه ايه؟ ثيرمال افكت اوف الكتريك كارنت، مش محتاجه شرح يعني. اللي بعده بيقول لك عندك رسمه، وطبعا يا جماعه الحته دي احنا اكدنا عليها 30 مليون مره، ناكد عليها للمره 30 مليون واحد. في الاوسيليتنج سيركت ايه اللي بيحصل؟ في الاوسيليتنج سيركت يا رجاله تعالى نرسم رسمه الاي ورسمه الكيو. في الاوسيليتنج سيركت في المنظر اللي انت شايفه ده الكيو متحوش على الاخر، يعني الكيو ماكسيمم والاي لسه بزيرو. بقى انجز بقى يا جدع، والاي لسه بزيرو. هنعمل 1 كومبليت سايكل، فطبعا الكيو هتقل والاي هتزيد، بس احنا بقى هنرسم السايكل على طول وخلاص. ماشي، طبعا كده خلصنا ربع لفه. استنى يوم كده احنا خلصنا اول ربع لفه. الربع الثاني الكيو ترجع تزيد والاي ترجع تقل، كده الربع الثاني خلص.
استنى بس نوصل ايه، نوصل الرسمه مظبوطه اهو، والتاني اعتبره مظبوط. وبعدين الكيو بعد كده ترجع تقل، والاي بعد كده ترجع تزيد، بس ان اوبزيت دايركشن. خلي بالك الرسمه اللي انا برسمها دي اصلا في حته غلط هتشوفها دلوقتي هنقولها. وبعدين ترجع الكيو بعد كده تزيد، والاي بعد كده ايه، تقل. طيب فخلينا نقول بقى كذا حاجه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اولا رجاله، في الاوسيليتنج سيركت ايه اللي بيحصل؟ الكاباستور بيبقى مملي على الاخر، احنا قلنا الكلام ده قبل كده ونقوله تاني اهو. الكاباستور مملي على الاخر، يعني الكيو بالماكسيموم. طالما الكيو بالماكسيموم يبقى الاي لسه بزيرو اهو. وبعدين في اول ربع لفه تبتدي الكيو تطلع، صح؟ فالكيو ايه؟ تقل. الكيو اللي متحوشه، طبعا الكلام على الكيو اللي متحوشه. فالكيو ايه؟ تقل. والاي تزيد، فالكيو بتقل والاي بتزيد. ممكن اسالك، الكيو بتقل والاي بتزيد صح؟ فساعتها الراجل يعمل فورورد ولا باكورد سيلف اندكشن الكويل ده؟ والله بما ان الاي بتزيد فالكويل يعمل باكورد سيلف اندكشن، صح؟ يعني يتم تحويل الطاقه من الى، يتم تحويل الطاقه من الكتريك انرجي لماجنتيك انرجي عشان يعمل باكورد. طيب لو انا سالتك الماجنتيك انرجي بيحصل لها ايه؟ الماجنتيك انرجي زيها زي الاي، يعني الماجنتيك انرجي بتزيد. طب الالكتريك انرجي؟ لا والله الالكتريك انرجي بتقل. لون مختلف بقى. الالكتريك انرجي بتقل زيها زي الكيو اهي. طيب تعالى في الربع الثاني. الحته بقى اللي كنت راسمها غلط ايه بقى؟ ان المفروض الاي تبدا بنيجاتيف. ليه؟ تاني، مش المفروض الكيو بتقل؟ لما الكيو تقل الاي ايه؟ تزيد، بس في الباكورد مش فارقه يعني، نكمل بس ماشي ما علينا. بعد اول ربع لفه يا رجاله كده خلاص، طبعا زي ما احنا قلنا بقى الكيو كانت مليانه فالكرنت طلع، فالكيو اللي هنا عماله تقل والاي عماله تزيد لحد ما الكيو اللي هنا تفضى خالص، الكباستور يفضى، فالكيو بقت بزيرو اهي. وساعتها الكرنت بقى بالماكسيموم فاليو اهو. وبعدين يرجع الكباستور يحوش تاني بس في الاتجاه المعاكس، فترجع الكيو تزيد وطبعا الاي تقل. فممكن يسالك هنا يحصل فورورد لان الاي بتقل فيحصل فورورد، يعني يتم تحويل الطاقه من الى، من ماجنتيك لالكتريك عشان بيرجع الكيو تاني لحد الربع الثاني ما يخلص. الربع الثاني خلص، معنى كده ان الكباستور اتملى على الاخر تاني بس في عكس اتجاه المره الاولى، يعني البوزيتيف بقى تحت والنيجاتيف بقى فوق. وبعد كده طب ما كده كيو متحوشه كلها، فترجع الكيو متحوشه تقل والاي تزيد، فترجع الكيو تقل تاني والاي تزيد تاني والكل يعمل باكورد ويتم تحويل الالكتريك لماجنتيك لحد ما الكرنت يبقى كله ماكسيموم والكيو بقت بزيرو، او كيو بقت بزيرو والكرنت بقى ماكسيموم. يعني يحصل بقى الثالث زي الاولاني والثاني زي الرابع. فيحصل ايه في الرابع؟ فترجع بعد كده الكيو، طبعا الكيو بقت بزيرو هنا بقى خلاص، الكيو بقت بزيرو، فيرجع بعد كده الكيو تزيد والاي تقل وهكذا. فممكن الراجل يسالك الكاباستور بيديسشارجنج فين في الاوسيليتنج سيركت؟ في الاولاني والثالث. طيب بيتشارجد فين؟ في الثاني والرابع. طب الكرنت بيقل فين؟ الكرنت بيقل لما كيو تزيد، يعني في الثاني والرابع. طب الكرنت بيزيد فين؟ في الاول والثالث. بلاش، الكويل بيعمل باكورد في الاوسيليتنج سيركت فين؟ او بيتم تحويل من الكتريك لماجنتيك فين؟ في الباكورد اللي هو فين؟ في الاول والثالث عشان الاي بتزيد. طب الفورورد او الماجنتيك يتحول لالكتريك في الثاني والرابع اهو، عشان ساعتها الاي بتقل فالكيو بتزيد، فيتم تحويل نعمل فورورد يعني. اوكي، فتخلي بالك من كل الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمه جدا. طيب لو انا قلت لك ارسم لي، ركز معايا الله يرضى عليك، لو انا قلت لك ارسم لي الالكتريك انرجي زي الكيو، بس خلي بالك بقى الالكتريك انرجي لان راسمها باللون البيربل ده يا رجاله، الالكتريك انرجي زي الكيو، يعني الالكتريك انرجي بتبقى كبيره جدا وبعدين تقل، بس خلي بالك بقى الالكتريك انرجي ما بتغيرش اتجاهها لان الانرجي مش بتغير اتجاه، مالهاش نيجاتيف. اوكي، الانرجي مش فيكتور، في حاجه اسمها فيكتور وحاجه اسمها ايه؟ سكيلر. فالانرجي سكيلر كوانتيتي يعني ملهاش دايركشن، فلازم الانرجي تبقى عامله كده. بس طبعا خلي بالك اوعى تنسى ان الالكتريك انرجي بتقل مع الوقت بسبب الريزيستنس، صح؟ انت فاكر ان في حاجه اسمها دامبنج ستيت اللي كانت عامله كده للكيو او للفريكونسي حتى، صح؟ وكانت عامله كده للاي. لا انت تفتكر بقى الدامبنج ستيت ده كويس قوي، ده الدامبنج ستيت بتاعت الاي يا رجاله، ده الدامبنج ستيت بتاعت الاي، ده الدامبنج ستيت بتاعت الكيو او الفريكونسي، ماشي؟
طيب هنا في دامبنج ستيت برضه للانرجي، بس الانرجي سكيلر، يعني هتفضل في نفس الاتجاه بس عماله تقل زي ما انت شايف كده. لو مش باينه قوي بقى لا هي بتقل يعني. اوكي طب لو انا عايز بقى رسمه الماجنتيك انرجي، دي الالكتريك انرجي يا رجاله. الماجنتيك انرجي تعالى نعملها باللون الاخضر. الماجنتيك انرجي بالعكسها بقى، ده ماكسيموم في ده زيرو. لما الالكتريك انرجي تقل، يعني لما الكيو تقل فكأن الاي بتزيد، فالكويل يعمل ايه؟ باكورد، فكأن الماجنتيك انرجي بتزيد اهي. فتبقى الماجنتيك انرجي هي بس عكسها وعماله تقل برضه، بص اهي. اوكي يبقى اذا اللي بالاخضر ده ايه؟ الماجنتيك انرجي، واللي بالبربل ده ايه؟ ممكن انهي لون تقريبا ده، وده الالكتريك انرجي. اوكي يا رجاله؟ طب لو انا سالتك على التوتال، وخلي بالك هم ليه بيقلوا كده؟ عشان الدامبنج ستيت بتاعت الريزستنس. ها طب التوتال انرجي بتبقى ايه؟ ستريت لاين بينهم كده، دي كده التوتال انرجي اللي في السيركت. خلاص يا رجاله؟ اللي بالاحمر ده ايه؟ التوتال انرجي. ماشي خلي بالك بس من الحاجات دي اللي يرضى عليك. احنا كده تقريبا رجعنا كل الرسومات بتاعت الاوسيليتنج سيركت، سواء الكيو سواء الاي، ورجعنا كل النظري بتاعها، الفورورد والباكورد والالكتريك الماجنتيك، ورجعنا الدامبنج ستيت في كل الرسومات زي ما انت شايف. هو كان عايز يبقى في السؤال بتاعنا، عايز which figure correctly represents the state of circuit at لما التايم يبقى 3/4 البريودك تايم، يعني بعد 3/4 لفه. طبعا يا جماعه بعد 3/4 لفه زي ما انت شايف بقى هنا الكيو بقت بزيرو والاي ماكسيمم. طبعا الكيو بزيرو والاي ماكسيمم فين بقى؟ الاي هنا بزيرو لا. ايه ده؟ الاي برضه بزيرو لا. يعني ايه الاي بزيرو؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه الرسومات دي؟ هنا مش بزيرو، دي اي نود، سوري دي اي نود امسح. طب هنا الاي ايه؟ هنا الاي بزيرو ماشي، هنا الاي مش بزيرو، ممكن نختار دي. هنا الاي بزيرو لا، هنا الاي مش بزيرو، ممكن نختار دي. بس الفكره اتجاه الكرنت بقى، اتجاه الكرنت في نفس اتجاه الكرنت الاولاني ولا اتعكس؟ لا، بعد 3/4 لفه اتجاه الكرنت اتعكس. ليه؟ ما هو في الاول بص الكرنت اهو كان كده بقى كده، في 3/4 لفه الكرنت ايه؟ عكس المره الاولى. فالمره الاولى الكرنت كان بيمشي كده، صح ولا لا؟ هو من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى بعد 3/4 لفه يمشي العكس، يبقى لازم اختار السهم اللي الكرنت فيه ماشي كده العكس. اوكي يبقى تشويس دي. اوكي يا رجاله؟ ماشي يبقى اذا اعتقد انت فهمت. بعد 3/4 لفه تاني الكيو كانت ماكسيموم، ففي اول ربع لفه الكيو تقل، وبعدين الكيو تزيد، وبعدين الكيو تقل لحد ما تبقى بزيرو. هي الكيو قلت بقت بزيرو، فالاي زاد فالاي بقى ماكسيموم في نفس اتجاه المره الاولى ولا عكسها؟ عكسها زي ما انت شايف كده في الرسمه، كان هنا بقى هنا. اوكي الحاجه يا جماعه، حته الاوسيليتنج سيركت دي لازم تتراجع كويس جدا، الرسومات بتاعتها كويس جدا. Resonance circuit receives a radio wave frequency f. In order to receive الفريكونسي يبقى ب 3f you should not add constant inductance of coil. عايز السيلف اندكشن ثابت يبقى يغير الكباستي. طيب 1 على 2 باي روت ال سي، صح؟ كل ده ثابت اصلا، ففضل ان الفريكونسي كانها انفرس مع روت السي. انا عايز الفريكونسي يزيد 3 مرات، يبقى لازم السي تقل 9 مرات. ليه؟ عشان روت 9 3، فلما ده يقل 3 ده يزيد ده ايه؟ 3. خلاص يبقى لازم تقل 9 مرات. يبقى فين بقى؟ decrease الكاباسيتنس to 19. choice B. Which of the following isn't property of photon? It has wave nature طبعا، particle nature طبعا، الانرجي دايركت مع الويف لينث، اكيد دي اللي غلط يا جماعه، الانرجي انفرس مع الويف لينث. اللي بعده X and Y are two photons wavelength 3000 و 6000 respectively. So the ratio between linear momentum. طبعا يا جماعه المومنتم انفرس مع الويف لينث، عايز مومنتم X على Y يبقى لامدا Y على لامدا X. لامدا Y بكام يا ابني؟ 6000 على 3000 2 على 1 اللي هي 2 يعني. اللي بعده عندك رسمه X Y Z ما بين الانتنسيتي اوف راديشن والويف لينث. عايز ايه بقى؟ عايزك ترتب التمبريتشر. طبعا سيادتك عارف كل لما الويف لينث يقل التمبريتشر ايه؟ تزيد. فالويف لينث بتاع اكس اهو، واي اهو، زد اهو. يبقى اذا ده ويف لينث قليل جدا يبقى تمبريتشر اعلى جدا، يبقى تمبريتشر اكس اكبر من واي اكبر من زد. تمبريتشر اكس اكبر من واي اكبر من زد، تشويس ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. اللي بعده عايز ستاندنج ويف لهيدروجين ان وان اوف ذا انرجي ليفل. عايز ايه؟
which of the following relationship correctly expresses the relationship between the wavelength and the radius. طب خلاص، هو ده كام ويف؟ ابدا من اي نقطه ولف. ادي ويف، ادي 2 3 4 5 6. ماشي. في ناس بتعد هم كام نص، هم كام هاف سيركل يعني، فالناس تعد 1 2، في ناس بتعمل كده عادي برضه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، فتلاقيهم 12، فيقول لك خلاص يبقى الان ب6 عادي برضه، هي مش محتاجه كده كده سهله يعني. ان لامدا بقى قانون ايكوال 2 باي ار، يبقى 6 لامدا ايكوال 2 باي ار. وعايز الويف لينث ماشي خلاص، 6 لامدا ايكوال 2 باي ار. طب انا ممكن اعمل ديفايد 2 عشان ابسط، يبقى اذا 3 لامدا ايكوال باي ار. 3 لامدا ايكوال باي ار فين؟ اهي. ماشي. اللي بعده. The graph represents the spectrum of X-ray. الويف كاركتر، هو عايز الويف لينث بتاع الكاركترستيك لينير سبيكتروم، طبعا اللي هو بتاع ايه؟ ده وده. طب بتاع اللاين ده نقطة البداية. ماشي. يبقى إذا بتاع الكاركترستيك لينير سبيكتروم 6 و 8. يبقى اللي بعده. يقول لك the figure represents a helium neon laser. Which of the components important role to excitation؟ مين اللي بيعمل excitation يا جماعة؟ طبعا الانرجي سورس. الهيليوم بيعمل excitation للنيون. ده سيمي ترانسبيرنت ميرور، ده بيخرج الليزر، والاثنين دول بيعملوا امبليفيكيشن. ماشي. انت عايز بقى دلوقتي مين اللي بيعمل excitation للهيليوم؟ الانرجي سورس اللي هي كومبوننت 1. اللي بعده. الفيز ديفرنس، طبعا انت عارف بقى يعني، اول ما يقول لك فيز ديفرنس وليزر انت عارف القانون، باث ديفرنس على فيز ديفرنس ايكوال لامدا على 2 باي. الباث ديفرنس هو عايزه ولا بكام؟ عايزه الباث. ماشي. مديك الفيز ديفرنس ب 4 باي ايكوال لامدا على 2 باي. طير باي مع باي واعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى لازم باث 4 لامدا على 2. 4 لامدا على 2 يعني 2 لامدا، ما فيهاش حاجه خالص، او حط اللامدا ب 1 وانا شيفت سولف يعني، لو انت بتحب تعمل شيفت سولف تطلع لك 2 برضه. اللي بعده. In helium neon laser excited helium atom excite neon atom as a result of their collision. ماشي. يعني الاكسايتد هيليوم اتوم بتخبط في النيون فتعمل لها اكسايتيشن. This results an inverse population. هي الترجمه المعفنه دي. population inversion يعني يا رجاله that allows the stimulated emission. ماشي. which energy level diagram correctly shows the excitation of neon atom by helium atom. والstimulated emission للريد كلر، طبعا انت عارف ان النيون بيطلع ريد فوتونز او ريد كلر ليزر. والسبونتينيوس انفراريد. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انهي رسمه من دول صح؟ طيب طبعا يا جماعه دي كده رسمه مين؟ الهيليوم. هو مديك رسمه الهيليوم. اوكي. الهيليوم بيتخبط من النيون فيحصل له اكسيتيشن من الجراوند للميتاستيبل ليفل، ينزل لتحته يطلع ليزر وبعدين يحصل له ريلاكسيشن. مين بقى؟ ده غلط. ليه؟ لان ده بص حصل له اكسيتيشن فين؟ غلط. طب تعالى بقى اللي بعده. اللي بعده كده تعالى. ده حصل له اكسيتيشن لهنا، نزل للور وبعدين حصل له اكسيتيشن. تشويس بي اكيد هي اللي صح. الباقي كله غلط. بص بس اكسيتيشن فين اصلا؟ طب دي ايه ده؟ لا هو طلع فوق، ليه ما نزلش من هنا؟ يبقى اذا برضه دي ايه؟ غلط. ماشي. طيب بيقول لك انا عايزين نجرب بقى بس اي بي سي دي او اي بي سي دي زد. طيب يلا 0 1 1 وبعدين ناتج 1 0 1 1. يا ترى الناتج هيبقى 1؟ تعالى نشوف. الاند داخل لها 0 1 تخرج 0، والاند داخل لها 1 وجاي لها بص السلك جاي منين؟ 1 و0 تخرج 0 برضه. الاور 0 0 تخرج 0 مش 1، يبقى اول واحده غلط. الثاني 1 0 1 وعايز الناتج 0. ماشي. امسح دول كل ده. يلا 1 0 1 1 0 1 عايز الناتج ايه بقى؟ 1 0 1 عايز الناتج 0. طب تعالى نشوف. الاند 1 و0 تخرج 0. الاند 1 وجاي لها من هنا 1 تخرج 1، الاور تخرج 1، يبقى دي كمان غلط، انا عايزها 0. 1 1 0 1. يلا 1 1 0 عايز الناتج ايه بقى؟ 1 1 0 عايز الناتج 0. تعالى نشوف. الاند 1 1 تخرج 1، فالاور طبعا هتخرج 1 يبقى برضه غلط، يبقى اكيد تشويس دي. نتاكد 0 1 1. يلا 0 1 1 وعايز الاجابه ايه؟
تعال نشوف 0 1 1 وعايز 0. اوكي 0 اما اكتب بقى 0 1 1 وعايز ناتج 0. الاند 0 1 0 الاند 1 و0 0 فالقرط خرج 0 يبقى تشويس دي. ماشي اللي بعد. انا رسم من دول يا رجاله، ركز السؤال ده حلو. The potential difference across the diode is equal to. طبعا الكرنت الباتري ماشي عكس الدايود فالكرنت بزيرو، فلو انت متسرع ومتخلف هتقول يبقى الفولتج بتاع الدايود بزيرو. رونج. ليه؟ اوعى تنسى ان الدايود ده بيأكت از اوبن كي. هو عايز البوتنشال ديفرنس اكروس ذا دايود، يعني كأن عندك فولتميتر هنا. ارسم عشان تعرف تحل، عشان تبقى دقيق مور اكيوريت. ركز الله يرضى عليك. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الدايود بيأكت از اوبن كي. صح؟ صح. فساعتها الفولتميتر ده بص الكرنت هيمشي كده 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 كده، الكرنت مجبر يدخل في الفولتميتر اللي انت لسه راسمه. فكده الفولتميتر بقى سيريس مع الباتري، واي فولتميتر سيريس مع الباتري يقرا في بي فيقرا 8 فولت. خلي بالك السؤال ده حلو قوي قوي وغالبا انت حليته غلط مليون في المية. تاني الراجل ده بيأكت از اوبن كي يا رجاله. الدايود ده بيأكت از اوبن كي. هو بيقول لك انا عايز البوتنشال ديفرنس اكروس ذا دايود، حوالين الدايود. كان عندي فولتميتر حوالين الدايود، فلو انا لو الدايود ده كي اوبن زي ما احنا عارفين كده الكرنت مجبر يدخل في الفولتميتر، فكده قرايه الفولتميتر تبقى قرايه في بي، لان اي فولتميتر سيريس مع الباتري بيقرا في بي، وانت طبعا عارف النقطه دي من زمان. اللي بعده يا شباب، عايز بي ان بي ترانزستور وكلوز سويتش. بي ان بي طيب خلاص طبعا هم كلهم بي ان بي. طيب بي ان بي عشان كلوزد او كي كلوزد لازم الاميتر فورورد والبيس فورورد والكوليكتور باكورد. اميتر بيس كوليكتور، اميتر فورورد بيز فورورد كوليكتور باكورد. طيب انا عايز الاميتر يكون فورورد، هو اصلا باكورد غلط. بي ان بي صح؟ بي ان بي ده من هنا بوزيتيف بس من هنا نيجاتيف. بي ان بي برضه بوزيتيف بس من هنا نيجاتيف. بي ان بي الاميتر يتوصل فورورد بوزيتيف ببوزيتيف في ناحيتين، البيز فورورد نيجاتيف بنيجاتيف، الكوليكتور باكورد بوزيتيف بنيجاتيف. يبقى التشويس دي يا رجاله. السؤال 3 يا رجاله بيقول لك بي تايب سيمي كوندكتور الاكسبتور اتومز كذا. يبقى طبعا دي الان اكسبتور، وانت عارف ان الان اكسبتور، انت عارف يا رجاله ان الان اكسبتور هي النمبر اوف بوزيتيف هولز. اوكي يعني دي بوزيتيف تايب. ماشي. if the concentration of charge carriers في البيور خلي بالك عشان الجيم ده حلو قوي يا رجاله. concentration of charge carriers، الكونسنتريشن بتاع التشارج كاريرز في البيور بكذا. هو التشارج كاريرز وانا بيور يلا الالكترونز ولا الهولز ولا الاثنين؟ الاثنين. يبقى كانوا مديك الان بلس البي، ما هو ده التشارج كاريرز بكام؟ 2.5 ملتبلاي 10 باور 19. طب ما هو انا بيور الان قد البي صح؟ يبقى ممكن مثلا اقول طب ما ده ان اي وده برضو ان اي وخلاص، يبقى ان اي زائد ان اي يعني 2 ان اي بتساوي 2.5 ملتبلاي 10 باور 19. يبقى الان اي ب 1.25 ملتبلاي 10 باور 19. الحل الجيفن ده جيفن خازوق حلو قوي. تاني هو بيقول لك التشارج كاريرز بكذا. طب التشارج كاريرز هنا بيور الكترونز ولا هولز؟ الاثنين. يبقى ده الان زائد البي بكذا. طب مش شايفين وانا بيور الان والبي اسمهم ان اي، يبقى كان ان اي بلس ان اي بتساوي الرقم ده، يبقى 2 ان اي بتساوي الرقم ده، يبقى الان اي معايا خلاص. هو عايز بقى هو عايز النمبر اوف فري الكترونز. طب خلاص ما انا عارف بقى ان الان ايكوال ان اي سكوير على بي ماشي. يبقى الان بتساوي الان اي بكام؟ اهي 1.25 ملتبلاي 10 باور 19 اول سكوير، محدش ينسى البراكت، على البي البوزيتيف هولز بكام؟ 10 باور 20 10 باور 20. تطلع لك كام بقى يا وحش؟ اتقل يلا 1.25 ملتبلاي 10 باور 19 سكوير اوفر 10 باور 20 طلعت لك 1.5 ايه ده؟ 1.56 ملتبلاي 10 باور 18. هي المفروض بقى دي بقى اذا يا جماعه معلش السؤال ده بس فيه غلطه ماشي. هي 1.25 ملتبلاي 10 باور 18 المفروض كلهم 1 مش 6. اوكي السؤال اللي بعده يا رجاله سؤال 33. الراجل بيقول لك عندك شابتر 1 عادي اهو جميل. بيقول لك ذا فاليو اوف الكتروموتيف فورس بتاعت الباتري
ار اي. فين الار اي دي؟ اه دي يعني ماشي. طب خلاص، طب تعالى نشوف، يلا رجاله. الكرنت ماشي كده ب 2.5. الكرنت كده هيحصل له ايه؟ يتقسم. مديلك الكرنت هنا ب 1.2 وده ب 1، يبقى ده كده 2.2، الباقي بكام؟ 0.3. يبقى الكرنت هنا ب 0.3 امبير. ماشي. طبعا السؤال ده ممكن يتحل بكذا طريقه. يعني انت ممكن تقول لي مثلا انا عشان اجيب الفي بي هعمل ايه؟ هجيب الفولتج بتاع كل الاجزاء واجمعهم. ماشي، بما ان مفيش ار صغيره. ممكن تقول لي خلاص انا ممكن اجيب الفولتج بتاع الحته دي كلها لان دول بارل، في البارل الفولتج متساوي. ممكن اقول مثلا 1 ملتبلاي 6، اسهل حاجه 1 ملتبلاي 6 ب 6 بالحته دي 6 فولت. طب دي 8 ملتبلاي 2.5، 8 ملتبلاي 2.5 بكام؟ ب 20 فولت. طب مثلا طبعا الكرنت يتقسم ويمشي كده، او قصدي يتجمع يعني ويمشي كده. 2.5 ملتبلاي 9 تطلع كام؟ هنجمع كله وخلاص. يبقى 2.5 بلس 9، سوري باي 9، فيطلع لك الفولتج هنا 22.5 فولت. يبقى اذا التوتال فولتج اجمع 20 و6 و22.5، يبقى اذا تطلع لك مثلا 48.5. ماشي، يبقى ده او ده. ممكن تحلها بطريقه ثانيه. ممكن تقول لي بص يا عم عبد الله، مش انا عايز الفولتج بتاع الباتري؟ اعمل كيرشوف فولتج لو في السيركت دي اللي جوه المسار اللي جوه الصغنن ده. يلا، يبقى نيجاتيف في بي. هبدا من هنا يا رجاله والف. نيجاتيف في بي، طبعا الكرنت ماشي في اتجاهك كده كده وانت بتلف. بوزيتيف 8 باي 2.5، بوزيتيف 5 باي 1.2، بوزيتيف 9 باي 2.5. كل طبعا ايكوال 0. برضه يطلع لك الفي بي 48.5 فولت. يعني شوف انت عايز تعملها ازاي، هي مش فارقه الحقيقه. ممكن تكمل وتقول لي يا عبد الله انا هجيبها بطريقه ثانيه. ازاي؟ انا اجيب الار الاول، مش دول بارل، في البارل فولتج كونستنت، يبقى الفولتج ده بتاع البرانش ده ب 6 فولت. ماشي. طب ما ده كمان ب 6 فولت. ماشي. طب ما ده كده بيساوي اي ار. طب مش الاي ب 0.3؟ والار 7 بلس اكس، لازم الاي في الار تساوي 6 فولت. تاني، مش دول بارل، في البارل فولتج كونستنت ده ب 6 يبقى ده كمان ب 6، يبقى ال 6 بتساوي الاي ب 0.3 في الار اللي هي 7 بلس اكس. هات الاكس خلاص. فاذا تطلع لك الار بكام بقى؟ 6 اوفر 0.3 ماينس 7، تطلع لك 13. ممكن تجيب دي الاول مثلا ب 13 اوم وتقول لي خلاص انا كده معايا الار توتال، اعمل 13 و7 كام؟ 20 بارل مع 6 بارل مع 5 وتجيب الناتج بلس 8 بلس 9، كده معاك الار توتال ومعاك الاي توتال فتجيب الفي توتال برضه صح. فاللي انت عايزه يعني كله مظبوط. يبقى اذا الار ب 13 تشويس ايه. ماشي، اللي بعده. الراجل بيقول لك at decreasing the resistance of RV، لما الريوستات يقل الاجهزه يحصل لها ايه؟ فين الريوستات اساسا؟ اهو. لما الريوستات يقل يا رجاله، طبعا الفولتمتر بتاعه يقل والباقي اللي هنا يزيد، وده الار اس بيساوي 0 فده يقرا في بي. طب بالنسبه للاي، ما قلنا الريوستات يقل فالاي تزيد، بس خلاص ما فيهاش اي حاجه. يبقى الاميتر انكريز وفي 1 فين بقى؟ في 1 كونستنت، يبقى تشويس ايه اعتقد؟ انكريز كونستنت، V2 انكريز و3 ديكريز. ماشي، اللي بعده. بيقول لك an electron moves perpendicularly to the plane of the page outward inside magnetic field. يبقى في الكترون خارج. ماشي، خلي بالك الالكترون خارج. whose direction المagnetic field southward. ماشي، يعني ماشي ساوث كده. ماشي، طبعا انت عارف ايست ويست فين؟ ايست ويست نورث ساوث، يبقى الساوث لتحت. ده اتجاه المagnetic فيلد. ماشي. So the direction of the magnetic force. طيب هو بيقول لك ان الالكترون ماشي ازاي؟ الالكترون ماشي outward out of the page. طالما الالكترون ده ريل كارنت، انا عايز التراديشنال كارنت عشان انا بشتغل بالتراديشنال كارنت. طالما الالكترون خارج يبقى التراديشنال كارنت داخل، يبقى الاي جوه الصفحه، يبقى ده الاي انتو ذا بيج. بس العب بقى الاف بي اي طبعا في ليفت هاند رول عشان دي الفورس. اف بي اي، البي لتحت والاي جوه الصفحه. استنى اهي، يبقى البي لتحت والاي جوه، يبقى الفورس ماشيه شمال. ده الاف، ده البي اف طبعا اف بي اي، البي لتحت والاي داخله فالفورس ماشيه شمال، يبقى ماشيه ازاي؟ ويست. ماشي، اللي بعده. الراجل عايز
magnetic field كدايركشن والبي توتال كفاليو. اوكي كقانون يعني. طب خلاص طبعا انت عارف في السيلينويد وش اللي من على الصفحه ده الاي، بدل ان ده الان وده الاس، المagnetic فيلد جوه من الاس للان. طب الواير داخل وبنلف كده، انزل بقى، الواير داخل وبنلف كده يا رجاله. خلي بالك اوعى تنسى ان لو انا عندي واير انا لازم ارسم المagnetic فيلد بتاع السيركل دي من عند النقطه وحوالين الواير اهو، ونحط سهم. دول كده يتجمعوا يبقى ده بلس ده، يبقى مبدئيا هم بلس دي او دي، وهم الاثنين ماشيين ايه؟ يمينك يعني ايست. اللي بعده عايز ايه؟ عايزك تشوف مين اكبر من مين. طب خلاص يلا، البي بتساوي لازم نحسب. الميو طبعا هتتشال عادي، الان هنا بهاف ميو ان، طبعا القانون اللي بنعوض فيه يا رجاله ميو ان اي على 2 ار. طيب فالميو هتتشال. طيب الان بكام؟ بهاف الاي يعني ب 1 على 2 ملتبلاي الراديوس ب 2 a يعني 2، يبقى تطلع لك هاف على 2 باي 2 4 تطلع 1 على 8. هات البي هنا، الان ب 1 الاي ب 1 وده 2 ملتبلاي، خلي بالك 2 ار، ال 2 اهي و2 a، فتطلع لك 1 على 4 تسلا. ماشي. هنا البي بقى فيه هنجمع حاجتين، لان ده بيلف كده وده برضه بيلف معاه، فحاجه بلس حاجه. اللي فوق الان بنص، الاي ثابته اسمها اي ب 1 على 2 ملتبلاي الراديوس الصغنن اسمه ايه يعني 1 بلس الان الكبيره بهاف، الاي هي يبقى هاف ملتبلاي 1 اوفر 2 ملتبلاي 2 a يعني 2، فدي كانها 1 على 4 بلس 1 على 8 بكام؟ 1 على 4 بلس 1 على 8 تطلع 3 على 8. ماشي. طب ده بقى خلي بالك ده اوت وده ان، يبقى احنا هنماينس، يبقى البي هنا بتساوي البي توتال طبعا هنماينس. يلا الان الصغنططه بنص، الاي هو مش كاتب بس اكيد نفس الاي ب 1 على 2 ملتبلاي 1 ماينس الكبيره بقى هاف ملتبلاي 1 على 2 ملتبلاي 2، فتطلع لك 1 على 4 ماينس 1 على 8 تطلع 1 على 8. عايزين نرتب بقى. في حاجات قد بعض هنا، ده اللي هي اول واحد A قد D، A قد D. ماشي. فين A قد D بقى؟ دي غلط، A قد D اهي، دي غلط ودي غلط ومفيش غيرها يعني. A قد D طبعا وC اكبر واحد، لان 3 على 8 ده اللي هي 0.375 وده 0.25 فC اكبر. ماشي. يبقى C اكبر من B ودول قد بعض. اوكي. اللي بعده يا رجاله. Which of the following best describes the role of inertia والكوميوتيتورز والباكورد انديوزر في الموتور؟ يعني عايزك تراجع على الموتور كده سريعا. لو رجعنا على الموتور يا رجاله، طبعا الانرشيا كونتينيوتي روتيشن اوف ذا كايل، الموتور اصلا بيشتغل بالتورك، وهو بربنديكولر بيكون التورك بزيرو، فالانرشيا بتخليه يكمل دوران. الكوميوتيتورز او ريكتيفايرز بتخليه يكمل دوران في نفس الاتجاه، بتخليه يلف في نفس الاتجاه، لان لو حطيت رنجز هيلف في اتجاهات مختلفه. الباكورد ام اف انديوزد بتخلي او بتثبت سرعه الدوران، بتخلي السرعه ما تتش stabilize the rotation of the coil او make the rotation of the coil with constant speed. اوكي. طيب الباكورد، تعال نبدا بالانرشيا مثلا. continuous rotation of the coil even though the coil is perpendicular، طبعا دي صح. ماشي. دي stabilize لا. keep the motor rotating in one direction لا برضه لا، يبقى اكيد اول واحده. طب تعالى نتاكد بقى من باقي الاجابات. الكوميوتيتورز keep the rotation او keep the motor rotating in one direction صح، والباكورد stabilize the velocity او the speed of rotation طبعا صح. ماشي. اللي بعده مديك الاي مع التي في ايه بقى؟ بيقول لك an electric current passes through an inductor of negligible ohmic resistance whose magnitude I changes. ماشي. عايز يبقى which of the following graphs correctly shows the change in induced potential difference. عايز رسمه الام في induced يعني. ماشي. طبعا اي جراف بنفكر بالفورورد باكورد. طبعا الاي بتزيد الانديوز عايزه تقل يعمل باكورد وثابت. خلي بالك لان انا في الجرافس عايز فاليو وعايز دايركشن. الدايركشن بيجيبوا الفاي او الاي، بتزيد عايزه تقل اعمل باكورد، يبقى انا هرسم في النيجاتيف.
الفاليو بتجيبها الدلتا فاي على دلتا تي. الدلتا فاي على دلتا تي ده ستريت لاين، فالدلتا فاي تي اللي هو سلوب، السلوب بتاع الستريت لاين ده رقم ثابت، يبقى في انديوزد باكورد وثابته، يبقى اكيد اني تشويس، انا مش محتاجه وحلين زيها مليون مره سي. ليه؟ لان اللي بعدها بتقل عايزه تزيد فاعمل فورورد، يبقى لازم اطلع للفورورد، فعشان كده بقت هذه الرسمه. طبعا مش محتاجه يعني اشرحها لك اصلا. ماشي. بيقول لك ده عندك هوت واير اميتر، بيقول لك الشنط ريزيستنس توصل بين ايه وايه؟ ايه الهبل ده؟ الشنط ريزيستنس توصل بارل اكيد، يعني هنا كده بين مين ومين يا رجاله؟ اكس وزد، يعني صباح الفل. اللي بعده بيقول لك عندك كويلز، عايز الايكوفالنت بتاعهم. ماشي، دول سيريس 20 و12 و10، يبقى 30 دول كده 30 42 بارل مع 7، يلا 42 باي 7 على 42 بلس 7 طلعت 6، يبقى كل ده كده يا رجاله ب 6 و4 10 و8 18. ماشي، سؤال عبيط يعني. ماشي، ايه ده انت رحت فين؟ ولا ايوه احنا هنا. by using the data shown RLC circuit. عايز ايه؟ الامبيدنس والفيز انجل. طبعا يا جماعه الامبيدنس الزد روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول سكوير. ماشي، يبقى روت الار بكام؟ 3 سكوير، اكس ال ماينس اكس سي 7 ماينس 3 4 سكوير، فتطلع زد ب 5 اوم 10 ثيتا. الفيز انجل صح؟ اكس ال 7 ماينس القانون اكس ال ماينس اكس سي على ار. اوكي يا رجاله، عشان ده القانون اللي احنا بنعوض فيه بس. ماشي، يبقى 7 ماينس الاكس سي ب 3 على الار ب 3، فتطلع 4 اوفر 3. تعال بقى نشوف السي ده بكام. يبقى شيفت 10 4 اوفر 3، شيفت 10 4 اوفر 3 طلعت لك 53.13 يا رجاله، 53.13 ديجري. طيب يبقى اذا 5 و 53.13. طبعا خلي بالك هي بالبوزيتيف. ليه بالبوزيتيف؟ لان الاكس ال اكبر. طالما الاكس ال اكبر يبقى انت اندكتيف بيهيفير. بص اهي بالبوزيتيف لان الاكس ال اكبر، الاكس ال اكبر يبقى انت اندكتيف بيهيفير. اندكتيف بيهيفير يعني الكويل بيمشي كلامه في الانجل بالبوزيتيف. لو كانت الاكس ال اكبر هتبقى كاباسيتيف بيهيفير، فالاكس سي يكسب، فكانت تبقى بالنيجاتيف. ماشي خلاص كده؟ لا لسه. بيقول لك ان الكترون مايكروسكوب، طبعا ما تكملش قرايه، كلمه الكترون مايكروسكوب شغال في قوانين دي برولي. ماشي، دي برولي. The ratio between the electron velocity at applying voltage 80 فولت. طب خلاص معاك الفولتج. طب ما انت عارف ان في الالكترون مايكروسكوب ان الفيلوسيتي سكوير دايركت مع البوتنشال ديفرنس من القانون ده اللي هو بيقول لك هاف ام في سكوير ايكوال اي في. صح؟ يبقى اذا الفيلوسيتي كاني بعمل كده فيلوسيتي 1 سكوير على فيلوسيتي 2 سكوير ايكوال بوتنشال ديفرنس 1 على بوتنشال ديفرنس 2. الفولتج كان ب 800 بقى ب 200 ايكوال فيلوسيتي 1 سكوير على فيلوسيتي 2 سكوير، دول يروحوا مع دول تطلع فيلوسيتي 1 سكوير على فيلوسيتي 2 سكوير بتساوي 4. خد الروت كله يبقى V1 على V2 بتساوي 2 على 1. ما فيهاش حاجه خالص يعني 2 على 1. ماشي، عشان هو عايز الريشيو بتاعت الفيلوسيتي. The frequency of the emitted photon from the hydrogen atom at transferring its electron from N to L. طبعا انت حافظ K L M N، يبقى من ال 4 لل 2. صح؟ انت عارف ان انرجي الفوتون ايكوال انرجي هاير ليفل اللي هو 4 ماينس انرجي لور ليفل اللي هو 2. طاقه الفوتون اتش نيو عشان احنا عايزين الفريكونسي. ده نيجاتيف 13.6 على 4 سكوير ماينس نيجاتيف 13.6 على 2 سكوير. بس خلي بالك كل ده بقى يا وحش لازم يتحول، عشان ده كده بالالكترون فولت بيتحول للجول باي 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19. هات لي بقى يلا الفريكونسي، هات كل الناتج ده واعمل ديفايد اتش، اعمل شيفت سولف لو انت عايز. يلا نيجاتيف 13.6 على 4 سكوير ماينس نيجاتيف 13.6 على 2 سكوير، ونحول التحويله 1.6 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 19 اوفر الاتش ايكوال 6.1 او 2 او يعني 6.15 قصدي ملتبلاي 10 باور 14. يعني ايه اللي بعده يا رجاله؟ المقالي بيقول لك two neighboring coils X and Y
wrapped around an iron core at the moment of closing the switch key in the coil X. ايوه بيقول لك انهي بول هتتكون عند تيرمينال A. طب خلاص الكرنت اولا ماشي فيلف لتحت ماشي، يبقى لو انت عايز البولز يبقى دي N ودي S. لما اقفل الكي كأن الاي بتزيد، فاول ما اقفل الكي بيحصل باكورد وخلاص. ده كده يبقى ده عكسه لفوق، يبقى ده N وده S. يبقى اذا اللي هتبقى N عند A in the circuit Y يبقى N north pole. What is the direction of induced current in the resistor R if the connected. ماشي هنا يعني ماشي، ما الكرنت ماشي هيلف ينزل كده يمشي كده، يبقى from A to B. يبقى from A to B. اللي بعده اخر سؤال للرجاله. ده اوم متر ومديك الار اكس ومديك الاي وكل حاجه. عايز يبقى the value of ار اكس 1 على ار اكس 2. طبعا يا جماعه ار اكس 1 على ار اكس 2 وانا مش معايا الفي بي، فانا اشتغل بالقانون انت حافظه ان ماينس 1 ار ديفايس على ان ماينس 1 ار ديفايس. الار ديفايس رقم ثابت هيطير، فاضل لي ان ماينس 1 على ان ماينس 1. تعالى نشوف هنعوض ازاي. الان قانونها يا عبد الله مش معايا الان، والله الان اي جي على اي يا وحش. بس فين ار اكس 1 بقى؟ اهي اي جي على اي جي اللي هي ب 400 على الاي بتاعتها اللي هي ب 200 ماينس 1، والثانيه اي جي على اي 400 اوفر 100 ماينس 1. تطلع لك كام؟ تطلع 2 ماينس 1 وتطلع 4 ماينس 1 يعني 3، تطلع 1 اوفر 3 في الاخر. كلام جميل جدا جدا جدا. واحنا كده رجاله الحمد لله والشكر لله خلصنا موديل 2. جود لك، السلام عليكم.